لا تدع أحدا يسرق عمرك، لا تدع أحدا يسرق من عمرك لحظة واحدة. هم أعداؤك في الحقيقة، وهم أشد ضررا عليك من شياطين الجن، لأنك لا تستطيع أن تتوقى منه. أقبل على شأنك واحرص على عمرك، والوقت الذي تجد فيه عندك فراغا أنفقه على أولادك، اجعله في بيتك، قلل من علاقاتك، فكثرة العلاقات شر محض ولا يأتي من ورائها خير، وإنما هي تبديد للعمر وإهلاك للصحة وضياع للعقل والفكر، ولا تحصل من ورائها خيرا قط. فقلل علاقاتك ما استطعت. كل العلاقات الباطلة لا قيمة لها، يجب عليك أن تقطعها، وكل العلاقات التي تستطيع أن تقطعها من غير مضرة عليك في دين ولا دنيا اقطعها. لقاءات الناس والجلوس معهم ليست فيه فائدة، إلا إذا كنت داعيا إلى الله، فأنت تدعوهم وتحول المجلس إلى ذكر وعلم ودعوة إلى الله رب العالمين. ولكن أين هذا؟ هم لا يدعونك. ومعلوم أن القاعدة أنك مهما كنت بين الناس إذا لم تكن داعيا ستكون مدعوا. إذا لم تكن داعيا ستكون مدعوا. يعني عندما تجلس في مكان إن لم تدعو من فيه إلى الله دعوك هم إلى المنكر الذي هم عليه.